بتتعامل بالمثل كتير قوي. بنكون بنتعامل بالمثل، يعني حد بيتعامل معاك بطريقة وحشة، تقوم انت بالتالي بتتعامل معاه بنفس الطريقة، بنفس طريقته، وتقول هو بدأ والبادي أظلم. طيب، يعني احنا لو تعاملنا بالرحمة وبالحب وبالحنان، وزي ما الكتاب المقدس بيقول لنا، يعني ان احنا نحتمل ضعف الضعفاء، ونتعامل بالمحبة والرحمة والمودة، وننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. في الكتاب المقدس في وصايا كتير قوي، وفي كلام كتير قوي قوي. آه، بنتعلم دايما ازاي، في سفر الأمثال بالأكتر، يعني ازاي نتعامل مع البشر. آه، مش دايما البشر بيكونوا على وتيرة واحدة، ساعات بيرفعونا وساعات يعني ينزلونا 7 أرض. آه، وبنتقلب ونقول طب احنا عملنا لهم ايه؟ طب يعني هو انا عملت ايه عشان يتعامل معايا او تتعامل معايا كده؟ يعني ده انا بقدم كل محبة، ده انا بتعامل معاها بكل يعني رفق وكل مودة. طب ليه بيحصل كده؟ ونقعد نتضايق ونقعد نفكر، وما تفكرش كتير، ما تفكرش كتير، لان البشر بطبعه متقلب عموما. البشر مرة يرفعك في 7 سما، ومرة تاني ينزل بيك 7 أرض. انت حط كده في دماغك ان انا هتعامل مهما اللي قدامي تعامل، مهما كانت معاملته فيها محبة او ما فيهاش، فيها رحمة او ما فيهاش، فيها سلام او ما فيهاش، مش هتفرق معايا. انا هتعامل لان ربنا قال لي اتعامل بحب، واتعامل بسلام، واتعامل بمودة، واتعامل برحمة، واتعامل بإنسانية. الحاجات دي كلها لازم أكون حاطط في الاعتبار، إني مش هتعامل على حسب معاملة اللي قدامي، يعني المعاملة بالمثل. ده احنا لو تعاملنا المعاملة بالمثل يبقى مش هنتعامل مع حد أبدا. لو احنا تعاملنا بالمعاملة بالمثل كل حد وكل بشر وكل بني آدم، يبقى مش هنتعامل مع حد خالص، لأني زي ما قلت في البداية إن البشر متقلب. يعني اللي بيبتسم في وشك النهاردة ممكن بكرة من غير أي سبب تلاقيه مبوس في وشك جدا، وتلاقيه مش عايز يتعامل معاك، وتلاقيه ممكن يتكلم عليك بطريقة وحشة. ليه؟ هي دي طبيعة البشر، يعني طبيعة غريبة، طبيعة صعبة، طبيعة معقدة شوية. يعني الإنسان بطبيعته معقد شوية، في المود طالع ونازل. مرة تلاقيه المود بتاعه في 7 سما، ومرة تانية في 7 أرض. مش مشكلة، هنتعامل زي ما الكتاب بيقول. لو لو أخدنا موقف، احنا ممكن برضو نأذي اللي قدامنا، نأذيه نفسيا. مش هنتعامل بالمعاملة، لأن بنفس المعاملة هتبقى صعبة جدا. يعني انت شفت، انت لما اتعاملت بطريقة وحشة من أي حد، اتألمت واتضايقت، ويمكن تكون كمان حزنت من جواك، وقلت طب ليه ده كله بيحصل؟ يعني طيب ما هو انا بتعامل بكل الحب. خليك زي ما انت، خليك زي ما انت، تعامل بكل الحب، والله اللي شايف يعني معاملاتك، معاملاتك، وشايف قلبك، وشايف انت بتحتمل قد ايه، هيسندك وهيقويك وهيديك نعمة، هيديك نعمة خاصة. حتى لو البني آدم أو البني آدمة أو البشر أو مجموعة من البشر بيتعاملوا وحش، هتلاقي ربنا بيبعت لك ناس بيتعاملوا حلو، بيتعاملوا بمحبة، وبيتعاملوا بهدوء، وبيتعاملوا بسلام. وبعدين عايزة أقول حاجة مهمة قوي. لو إحنا خلينا الناس هي اللي بتخلي ترفع المدنة وتنزل مدنة، يبقى إحنا كده بنبوظ حياتنا. ما تعتمدوش، خلينا كلنا ما نعتمدش على ايه، على معاملات البشر لينا. لان لو فضلنا مركزين ان الفلان او فلانة بيتعامل معانا حلو، وبكده اكون المود بتاعي حلو بسبب المعاملات الحلوة، يبقى كده انا ببوظ حياتي.
خلينا احنا اللي نرسم الطريق لنفسنا ونشوف عايزين نخلي الطريق ده شكله عامل ازاي، او وامشي فيه ازاي. محدش، سامحوني، هو اللي هيرسم لنا طريقنا. محدش هو اللي هيخلينا يعني يخليني نفسيا حلو او وحش بسبب بشر. لا، البشر زي ما قلنا متقلبين واحيانا متعبين، واحيانا متغيرين، واحيانا بيمدحوك، واحيانا بيذموك. فهتلاقي كتير، هنتقابل، وكل ما هنبقى عايشين على وجه الأرض هنتقابل مع بشر غريبة. يعني خلينا نقول بصراحة، هنتقابل مع ناس غريبة. يعني ما تخلوش الناس ديت هي اللي تأثر على نفسيتكم. النفسية خليها ثابتة، وخليها قوية، وخليك واثق من نفسك، وخليك عارف انك انت ما غلطتش في حاجة، وما غلطتش فيه، وما غلطتش بالعكس انت بتحترمه. يمكن يتكسف برضه احيانا كده لما بنتعامل مع ناس وهم بيتعاملوا معانا بطريقه وحشه، وبنتعامل معاهم بطريقه. في ناس بتتكسف، وفي ناس بتخجل، وفي ناس بتحسن من نفسها، وفي ناس زي ما هي ولا بتتغير ولا بتحسن من نفسها، وهي شايفه نفسها دايما صح، وشايفه نفسها ان هي دايما اللي بتعمله ده هو ده اللي المفروض يتعمل. ما يهمناش الناس دي، سامحوني، يعني انا اسفه ان انا بقول كده. يعني لا، مش الناس دي اللي هتخلينا المود بتاعنا طالع او المود بتاعنا نازل. خليك واثق من نفسك، وخليك عارف انت بتتعامل ازاي، وتعامل زي ما الكتاب المقدس ان احنا نحب ونحتمل ضعف الضعفاء، ونحس برضو ان هم زي ما هم عندهم الضعف ده انا عندي ضعف في حتة تانية، يعني علشان ارتاح، وعشان ما احسش ان هو اقل مني، او هي اقل مني، او هي غلطانة، او هي وحشة، او لا. خلينا نقول ان احنا كمان تحت الضعف، وعندنا ضعف معين، وفي ناس محتملانا في حاجات تانية برضه، وفي ناس بتتعامل معانا وحاسة ان احنا برضه مش بنتعامل بطريقة حلوة، او بطريقة زي ما هم عايزين. فدايما نلتمس لبعض الأعذار، ودايما نشوف بعض بمنظور ان انا لو حطيت نفسي، دايما اقول لكم كده، ان انا لو حطيت نفسي مكان الاخر في الموقف ده، في الوقت ده، في الموضوع ده، في الحدث ده. فربنا يدينا كلنا حكمة ونصيحة ان احنا نقرأ كتير سفر الأمثال. سفر الأمثال هيخلينا نفهم ونعرف ازاي نتعامل مع بعضينا. سفر الأمثال فيه مجموعة يعني أمثال حلوة قوي، ومواقف وحكمة حلوة جدا، هتخلينا ان احنا نعرف نتعامل ازاي حلو مع بعضنا، بكل محبة، بكل رضا، بكل سلام، علشان حياتنا تبقى ماشية بسلام وبمحبة مع كل أحد. كبسولة ليا وليك.